أنزل الله لها ملائكة من السماء تدافع عنها. كيفكم أخوات؟ إن شاء الله كلكم تكونوا بألف خير. قصتنا اليوم قصة مدهشة، قصة حقيقية. اسمعوا معي تفاصيلها الغريبة، وماذا فعل الله معها، وكيف أنقذتها الملائكة من هذا المس العاشق الذي عذب حياتها لعدة سنوات. تابعوا معي الفيديو للنهاية، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق برأيكم أسفل الفيديو. رأيكم يهمني جدا يا أخواتي في نوعية هذه الفيديوهات، وهل فعلا تستفيدون منها؟ الرجاء التعليق برأيكم أسفل الفيديو. تقول صاحبة القصة: أنا أختكم من سوريا، أقيم حاليا في المملكة العربية السعودية. قصتي ليست مجرد حكاية عادية، بل هي قصة تشبه الخيال، وهي برهان حي على أن الله قادر على أن يغير القدر بقوة الدعاء وكثرة الاستغفار. بدأت معاناتي منذ عام 2018، حيث كنت أعاني من مس عاشق وخبيث دخل في جسدي عن طريق الحسد القوي، واستمر معي مدة 6 سنوات. عانيت كثيرا، كنت لا أنام في الليل وأشعر به كلما جلست لوحدي. كان جني لا يفارقني يوسوس في رأسي، وأكاد أشعر به فوق جسدي في كل ليلة. أنا نشأت في عائلة ملتزمة، أحافظ على صلاتي وعلى صيامي وعلى أذكاري منذ أن كنت صغيرة في السن، بل كنت أختم القرآن الكريم كل عدة أيام، ومع ذلك لم يتغير أي شيء. استمرت معاناتي كما هي، بل أصبحت أشد قوة وإيلاما كلما كبرت في السن. كان بلائي هذا له مفتاح خاص ولكني لا أملكه، ولكل طفل عبادة معينة لا تفتح إلا بها. كانت حياتي جحيما لا يطاق بسبب هذا التسلط، بل والعجيب أنه كان يتسلط على والدي أيضا فيسلطه علي. كان والدي يكرهني بشدة وبطريقة لا يفسرها منطق أو عقل. بمجرد أن يراني يثور علي منع عني كل شيء من أساسيات الحياة. منعني من الخروج من المنزل، أو أن أمتلك هاتفا خاصا بي، أو حتى من الجلوس في نفس المكان الذي يتواجد فيه. كان يمنعني من قراءة القرآن، ويقول لي بلهجة قاسية: سأكسر أصابعك إذا رأيتك تمسكين القرآن. وإذا رآني أصلي كان يمسكني ويشدني من شعري ويجرني في أرجاء المنزل وهو يصرخ: ليس هذا وقت الصلاة. كان يرفض كل خاطب يتقدم لي حتى دون أن يراجعني. كان يسمعني كلاما يطعن في عرضي ويتهمني بالنفاق رغم أني ملتزمة ومحجبة. كان يهددني: لو أصبح عمرك 50 عاما لن أزوجك إلا لفلان. وفلان هذا هو رجل كبير في العمر من أقاربنا، كان قد تقدم لخطبتي. لم أكن أحبه، وكان دائما يخيرني بين الزواج به أو الموت. كان يضعني في عذاب معنوي وجسدي هائل. كانت أمي وإخواني مستضعفين مثلي، وإذا حاولوا الدفاع عني نالوا نصيبهم من الضرب والإهانة. كل هذا كان بسبب الجن المارد الذي كان يبث النفور في قلب أي شخص يفكر في خطبتي، ويجعل والدي يكرهني ويراني عدوا له. في بداية عام 2022 كنت مثل الغريقة التي تبحث عن أي قشة تتعلق بها، ونصحتني صديقة لي بارك الله فيها أن ألتزم بقراءة سورة البقرة كل يوم لطرد الجني العاشق، والاستغفار بأعداد كثيرة
لاستجابة الدعاء وتفريج الهم. بدأت أستغفر بأعداد كبيرة، كنت لا أعد في البداية، ولكني بدأت أعد، وكنت أصل إلى آلاف المرات، وأقرأ سورة البقرة كل يوم. كنت أقرأ السورة وأصلي وأستغفر وأنا متخفية بعيدة عن نظر والدي، وكان هذا جهادا حقيقيا وأذى آخر يضاف إلى نفسي. في البداية زادت المشاكل أضعافا مضاعفة، حتى أني فكرت في الهرب من المنزل من شدة ما واجهت. في البداية زادت المشاكل أضعافا مضاعفة، حتى أني فكرت في الهرب من المنزل من شدة ما واجهت من الأذى النفسي والجسدي، ولكني قاومت نفسي وزدت في أعداد الاستغفار، وأكثرت من لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، حتى وصلت إلى 20,000 مرة في اليوم. قررت بعدها أن أرفع السقف لمواجهة هذا البلاء، فبدأت بجدول شاق التزمت فيه بقراءة سورة البقرة 4 مرات في اليوم مع الاستغفار المكثف، وبدأت أدهن جسدي بالزيت الذي قرئ عليه القرآن الكريم، وأرش أركان المنزل بالماء الذي كنت أقرأ عليه أيضا آيات من القرآن الكريم. وفي أحد الأيام وأثناء قراءتي لسورة البقرة فقدت وعيي تماما، ونطق الجني العاشق الذي كان يسكن في جسدي، بدأ يصرخ بهستيريا ويقول: لن تتزوج، أنا من عملت لها هذا السحر حتى يكرهها والدها، هي زوجتي، أموت ولا أخرج من هذا الجسد. كان والدي واقفا في تلك اللحظة وسمع ما سمعه، وانصدم صدمة عمره عندما أدرك أن كل هذا الكره وكل هذا الظلم لم يكن منه، بل كان بسبب ذلك الجني العاشق، وبسبب هذا السحر الشيطاني الذي قلب كياني لمدة 6 سنوات. استمررت على هذا الجدول الصارم لمدة شهر كامل رغم كل محاولات الجني العاشق لخنقي ومنعي من الاستمرار في قراءة القرآن، وكنت أصر على الإكمال. يدفعني اليقين بالله. وتحول والدي تماما، أصبح يجلس إلى جانبي يبكي ويقرأ القرآن علي، نادما على كل ما فعله معي. وفي أحد الأيام وبعد قيام الليل والدعاء بحرقة والبكاء طويلا، نطق الجني مرة أخرى وهو يصرخ: أريد الخروج منها، أريد الخروج منها، لقد أنزل الله لها ملائكة من السماء، إنهم يدافعون عنها، إني أحترق، إني أموت. وبفضل الله خرج هذا الجني العاشق من جسدي وشفاني الله تماما. اعتذر والدي مني بكسرة قلب وأصبح يحبني بشدة. وفي بداية عام 2024 عوضني الله برجل غريب عن العائلة تقدم لخطبتي، شاب محترم وملتزم ومتحضر، وببركة الصلاة على حبيبنا محمد وكثرة الاستغفار جعل الله أهله يحبونني حبا عظيما، حتى صار الناس يغبطونني على هذه المحبة وهذا الرزق الذي نزل علي. جهزني بأفضل وأفخم جهاز لأي عروس، أغدق علي الذهب والهدايا بعد أن كنت محرومة حتى من حمل الهاتف في بيت والدي. اشترى لي أحدث هاتف وسافر معي في شهر عسل في أماكن لم أكن أحلم بزيارتها. أسكنني في أجمل البيوت، أكرمتني عائلته أشد الكرم، رزقني الله منه بطفل جميل سميته محمد، وأنا الآن أعيش عيشة الملوك
من كان يرى حالي بالأمس لا يصدق حالي اليوم، ولا زلت ملتزمة بقراءة سورة البقرة والاستغفار، فهما حصني الذي بفضله